بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات ونصلي على النبي. يلا بينا نبدأ حلقتنا. أمين وداليا نزلوا من البيت عشان يقابلوا وهما ماشيين انتصار اللي قالت لهم: ايه رايحين على فين كده يا ولاد؟ دي داليا يا ماما عندها شغل النهارده سهر، وانا رايحه اوصلها لحد المستشفى عشان ما تبقاش لوحدها. طيب والعيال فين يا ابني؟ العيال فوق يا ماما بيتفرجوا على التلفزيون. اخص عليك يا امين، طب مش كنت يا ابني تنزلهم يقعدوا معايا شويه؟ والله يا ماما انا قلت يمكن تكوني نايمه ولا بتريحي شويه، ما رضيتش اشغل بالك. خلاص يا ابني انا هطلع اجيبهم يقعدوا معايا لحد لما توصل مرتك وترجع، ولو عايز تريح نفسك النهارده من الزن بتاعهم كمان سيبهم يباتوا عندي، كده كده بكره اجازه من مدرستهم. والله يا ماما انا مش عارفه اقول لك ايه، لكن خلاص ماشي، اطلعي هاتيهم ويلا تعالي. امين وداليا سابوها ومشي، وداليا كانت متضايقه قوي وقالت له: هيباتوا ازاي تحت يعني يا امين؟ في ايه يعني يا داليا؟ هي الدنيا كانت اتهدت؟ انت عارف ان انا ببقى مطمنه اكتر والعيال بايتين معاك او معايا. ما هو ايه يعني يا داليا فيها ايه؟ هي امي يعني كانت غلطانه ان هي عايزه تهتم بالعيال في غيابك؟ لو ما اهتمتش هتقولي امك ما بتحبنيش، فاهم يعني؟ هي المفروض تعمل ايه عشان ترضيكي؟ والله يا امين انا قلت لك بقى على اللي بيضايقني، وكمان هتطلع الشقه وانا مش موجوده فيها ليه؟ لا الموضوع زاد عن حده بجد. هي امي يعني كانت هتعمل لك ايه في الشقه يا داليا؟ هتاخد منها حاجه من غير ما نعرف ونحس، ولا هترشلك فيها عمل؟ ما انت عارف ان انا ما بحبش حد يشوف حاجتي يا امين، وافرض الشقه فيها حاجه كده ولا كده، ولا مش متنضفه ولا متروقه كويس، امك تشوفها ليه؟ امين اتصدم اكتر وقال لها: ده انت الموضوع زاد معاكي عن حده بجد. لا يا امين انا بتكلم في المفروض يحصل. طيب بقول لك ايه يا داليا، دول عيالي زي ما هم عيالك، واظن انا لو مش فاضي هتقولي لي هوديهم عند امي، وقتها بقى هيبقى بايتين مع امك وهتبقى امك حلوه صح؟ داليا اتوترت وقالت له: بتقولي بس يا امين؟ بقول لك اللي هيحصل يا داليا، اعقلي كده واعرفي انت بتقولي ايه. طيب يا امين هعقل. وامين بعد ما وصلها ورجع على البيت لقى امه في شقته بالعيال، وكانت بتقول له: العيال مرضوش ينزلوا معايا تحت وبيقولوا عايزين يباتوا هنا. خلاص يا ماما ما تتعبيش نفسك بقى، انا كده كده معاهم اهو. ماشي يا ابني خلاص، طب تحب ابات معاهم هنا عشان تنام براحتك؟ لا لا يا ماما ما تتعبيش نفسك، انا معاهم وبعدين هم شويه وهيناموا، مش كده يا ولاد؟ لا يا بابا خلي تيتا تبات معانا، احنا كده كده عندنا اجازه بكره من المدرسه وهنسهر ونتفرج على التلفزيون، وانا كمان عاوز تيتا بابا. خلاص بقى يا امين ادخل انت نام وما تنعاش هم حاجه، وانا معاهم اهو لحد لما امهم تيجي الصبح. انا على تعبك ده والله يا ماما. لا يا حبيبي ولا تعب ولا حاجه، هنسلي بعض. طيب خلاص وماله، يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله يا عيون امك. اما تامر فكان في وقت متاخر من الليل وكان سهران بالعيال، كان قاعد بيكلم نفسه بيقول: اديها حطت على دماغي انا في الاخر، ما كنت اسيب لها العيال تاخدهم معاها، كان لازم يعني عملت لها فيها دور الحمش ده. طيب البس انت بقى يا تامر واسهر بالعيال وانت عندك شغل بكره الصبح بدري. وقتها جاله صوت مالك ابنه وهو بيقول: عاوزين ناكل بيتزا يا بابا. بيتزا الساعه 3 الفجر؟ حرام عليكم ناموا بقى، هي امكم سلطاكم عليا ولا ايه؟ في ايه بس يا بابا روق كده، بقول لك عاوزين ناكل بيتزا. انا كمان يا بابا عايز اكل شاورما. تامر مسك راسه وهو بيقول: ناموا يا ولاد المفاجيع ناموا، هي امكم ايه نسيتكم معايا ولا ايه؟ هي بابا فين ماما صحيح؟ هترجع امتى على البيت؟ ماما وحشتني قوي. امكم باين لها حابه الموضوع وقاعده الراحه عند بيت امها، يعني هي مش هتيجي هنا خالص يا بابا؟ لا هتيجي، بس ادعوا معايا بقى ان هي تيجي، عشان انا بصراحه تعبت من المسؤوليه دي. فيها ايه يعني لما كانت تفتح سايبر؟ ما تفتح ولا يتفتح دماغها حتى، مش مشكله، بس انا عاوزه انام بقى. حرام عليكم، انا بقيت بروح انام في الشغل يا عيال، ناموا بقى. مالك يا بابا كده بتزعق لنا؟ ماشي لما ماما تيجي هنشتكي لها منك. يلا يا مالك خلينا ننام ونسيبه لوحده. ايوه ناموا وسيبوني لوحدي، هو ده اللي انا عاوزه من بدري. اما سينا فكانت متضايقه قوي ومش جاي لها نوم وبتقول: طيب هو انا كنت غلطت ولا كنت صح في اللي كنت بعمله مع تامر جوزي ده؟ انا بحب الخروج وما بحبش الكبت، وبحب اعمل حاجات جديده ومطرقعه، هو بقى اللي راجل تقليدي وما بيحبش كده. طب وانا اعمل له ايه؟ دي اخرتها كمان حرمني من العيال. امها دخلت الاوضه عليها وهي بتقول لها: تمشي على طبع جوزك يا سينا علشان ما تشمتيش فيكي الاعادي. انت لسه صاحيه يا ماما وما نمتيش؟ انا كنت صحيت ادخل الحمام وسمعت صوتك كنت بتكلمي نفسك زي المجانين، زي كل يوم من يوم ما جيتي هنا، فقلت ادخل اعقلك بكلمتين. طيب شوري عليا يا ماما وانا هسمع الكلام والله المره دي، اللي هي وحشوني قوي. بصي يا بنتي الست الشاطره هي اللي تمشي على طبع جوزها، وبعدين طالما هو ما بيطلبش حاجه عيب ولا حرام منك ما يعيبوش حاجه. يا ماما بس بيكبتني وبتبقى حاجات عاديه خالص وبيقول لي لا ما تعمليهاش. جوزك ارحم من الغيره، على الاقل خايف عليكي وبيمنعك لمصلحتك، هو بتاع ستات ولا بتاع حاجه وحشه؟ يا بنتي احمد ربنا عليه. طيب اعمل ايه انا دلوقتي يا ماما؟ لما سالش فيا ولا هيسال انا عارفه،
عشان بصراحه بقى انا اللي ماشيه بمزاجي، بس كنت بقول يعني هو اللي كرشني. ترجعي لبيتك بنفسك زي ما مشيتي بنفسك. لا يا ماما، انا كرامتي مش جايباني خالص. خلاص يا اختي، خليكي قاعده كده عيالك بعيد عنك، وافضلي كل يوم بالليل الفجر كلمي نفسك زي المجانين والهبل لحد لما تتجنني بحق وحقيقي. يعني انت شايفه كده يا ماما؟ والله انا مش شايفه غير كده، لكن براحتك اعملي اللي تعمليه، انا مش هلومك. لكن انت بقى اللي هتضربي نفسك في الاخر بالجزمه لما تلاقي جوزك استغنى عنك. طيب يا ماما، خلاص انا هسمع الكلام وبكره هرجع على بيت جوزي. ايوه كده يا بنتي، هو ده عين العقل. تاني يوم الصبح داليا رجعت من السهر الساعه 8 ودخلت نامت على طول، ما حستش بنفسها. وكان امين نزل الشغل وما صحتش غير على صوت رن الجرس. ولما قامت فتحت لقيتها اماني اللي بتقول لها: هي ماما لسه هنا ولا ايه؟ داليا قالت لها باستغراب: لسه هنا ازاي يعني؟ العيال بايتين معاها تحت من امبارح، وانا جيت نمت على طول، ولما اصحى هنزل اخدهم منها. لا، العيال اصلهم مرضوش ينزلوا معاها امبارح، وهي باتت معاهم هنا. انا عرفت من جوزك الصبح وهو نازل الشغل، اصل كنت بنشر وسالته عليها وهو اللي قال لي. وانا دلوقتي كنت نازله عشان اعمل الغدا، بس ما لقيتهاش في الشقه تحت، فقلت لما اطلع اشوفها كده عندك. طبعا كانت مصدومه واتغاظت اكتر وقالت لها: طب اصبري كده وانا هدخل اشوفها لك جوه. ماشي يا حبيبتي ومال، وانا واقفه اهو. اماني فضلت واقفه على الباب، وداليا دخلت جوه لقت حماتها نايمه، فقالت لها: ماما يا ماما. انتصار صحيت على صوتها وقامت بسرعه اتعدلت: داليا انت جيتي امتى؟ انا جيت من بدري بس سبتكم نايمين، لكن اماني هي اللي طلعت عاوزاكي، فقلت اصحيكي تشوفيها عاوزه ايه. طيب ماشي يا داليا، على العموم العيال مسكوا فيا امبارح ان انا بات معاهم، وما رضيوش ان انا انزل تحت، فبت معاهم وسلمتهم لك اهم. وامين نزل الشغل وانا فطرته قبل لما ينزل. داليا قالت لها بغيظ: ماشي يا ماما تسلمي. انتصار قامت طلعت لاماني اللي قالت لها: على العموم انا نزلت لك كذا مره ولقيتك لسه ما نزلتيش، فقلت لما اجي اصحيكي بقى عشان نشوف اللي ورانا. ده انا النوم غلبني فوق، ما حسيتش بنفسي خالص. لما انا قلت بقى اجي عشان اشوفك واشوف احنا هنعمل اكل ايه، اليوم بيفر بسرعه. وماله، يلا بينا ننزل يا اماني. ولو انت مش هترجعي المستشفى تاني يا داليا، ما تيجي يا حبيبتي معانا تحت ونقضي اليوم كله سوا. انت حتى وحشتيني قوي يا داليا. معلش يا اماني، اصل انا ورايا شغل كتير قوي في الشقه، فمش هعرف انزل معاكم. خليها على راحتها يا اماني، يمكن تنام لها ساعتين ولا حاجه، دي سهرانه طول الليل. هو انتوا ايه ما بتناموش خالص هناك يا داليا، وبتفضلوا سهرانين بحق وحقيقي؟ ايوه يا حبيبتي، هو ده اللي بيحصل بجد. امال هو اسمه سهر ليه بقى؟ طيب وانت عليكي بايه يا اختي بكده؟ ما كنتي مرتاحه وبتنامي براحتك وبتصحي براحتك، لازم يعني الشغل وتحقيق الذات ده؟ مفيش حاجه بالسهل يا اماني، كل حاجه بيبقى لها مقابل، ومقابل الشغل ان انا يبقى ليا مكانه كويسه، وان شاء الله طول ما ربنا مقويني ومديني الصحه هفضل مستحمله. وماله يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه كمان وكمان. يا ماما علشان نسيبها تنام شويه. يلا يا داليا احنا نازلين، ولو احتجتي اي حاجه بكلميني. ماشي يا ماما تسلمي، ما نحرمش منك ابدا يا رب. وبعد ما نزلوا داليا اتنهدت وقالت بدي: اما ست غلسه بصحيح، لما ادخل انام بقى شويه. وداليا لسه داخله تنام لقت عيالها صحيوا، وهايدي قالت لها: صباح الخير يا ماما، وحشتيني قوي من امبارح. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. يلا بقى عاوزين نفطر سوا، بقالنا كام يوم ما فطرناش مع بعض. طب ايه رايك تسيبيني انام بس ساعه ولا ساعتين، وتقعدي تكتبي الواجب بتاعك، ولما اصحى نبقى نفطر سوا؟ خلاص ماشي يا ماما، حاضر، اللي هتقولي عليه انا هعمله. اما انتصار فكانت بتقول لاماني: وانت يا اختي كده على طول لسانك ده سابق دماغك وتفكيرك. عادي بقى يا ماما، وانا كنت قلت يعني خف شويه على سلفتك، كل واحد فيه اللي مكفيه. الله، مش كنت ضد شغلها من الاول يا ماما؟ ايوه كنت ضد، بس لقيت نفسي بوقع بينها وبين ابني واخرب عليهم عيشتهم. طيب وانا عليا بايه الكل ده؟ طالما هما الاتنين راضيين ببعض انا مالي، هما حرين، واللي اقدر عليه اعمله معاهم وخلاص، وربنا يسعدهم ويهنيهم. امان قالت لها بغيظ: وماله يا ماما، ولو عوزتي برضو مساعدتي في اي حاجه بقولولي، انا برضو مش هقصر ان شاء الله. طيب يلا خلصي الشغل اللي وراكي في البيت وفي شقتك، ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. ويومها لما تامر رجع من الشغل لقى حمزه وهايدي قاعدين وهدومهم متوسخه وشعرهم متنحكش وباين عليهم جدا ان هم متبهدلين، فقال لهم بخضه: هي امكم ما جاتش يا عيال ولا ايه؟ لا يا بابا جت، بس من وقت لما جت وهي دخلت تنام وما صحتش لحد دلوقتي. امين اتخض وقال: طب ما دخلتوش اطمنتوا عليها ليه؟ ما احنا يا بابا كل لما ندخل نصحيها بتقول سيبوني انام، عاوزه انام شويه. امين سابهم ودخل يشوف داليا، لقاها نايمه وصحاها. يلا يا داليا كفايه نوم بقى. داليا فاقت واتخضت لما شافت امين وقالت: امين انت رجعت من الشغل بدري ولا ايه؟ لا انا ما رجعش بدري ولا حاجه، بس انت شكلك تعبانه قوي لدرجه انك مش حاسه بنفسك ونايمه لحد دلوقتي. والله يا امين ايوه فعلا انا كنت تعبانه، لكن دلوقتي بعد لما نمت وصحيت بقيت احسن الحمد لله. امين صعب عليه حال مراته وقال لها: بقول لك ايه يا داليا، انت لسه في مرحله التدريب
وما ثبتيش. بلاش تكملي في الموضوع ده، انت كده هتموتي نفسك بالبطيء، الشغل ده مرهق قوي. داليا قالت له بتصميم: لا طبعا، انا مستحيل اسيب الوظيفه دي بعد ما قدرت امسكها في ايدي، دي لقطه من السما. يا داليا عشان خاطري، شكلك كده ما بقاش عاجبني، وبعدين اطلعي بصي على العيال. مالهم العيال؟ ما انا سايباهم نايمين كويسين وحلوين، متبهدلين وزمانهم ما كلوش من الصبح وهدومهم متوسخه، وبصراحه الوضع ده كله مش عاجبني خالص. عادي يا امين، واحده واحده وهنتعود وهنعرف نظبط امورنا اكتر من كده. بصراحه بقى يا داليا، انا ندمان ان انا وافقتك على موضوع الشغل ده من الاول. الست فعلا ملهاش غير بيتها وجوزها وعيالها، لان دي لوحدها مسؤوليه كبيره جدا. خلاص بقى يا امين، ما تكبرش المواضيع. يلا انا هقوم اعمل حاجه ناكلها واغير للعيال هدومهم واظبط الدنيا. طيب يا داليا، خلينا معاكي لحد لما نشوف اخرتها معاكي. داليا قامت دخلت المطبخ، فضلت فيه ساعه بحالها ما طلعتش، علشان كانت لسه بتعمل اكل، وامين هو اللي مسك العيال غير لهم ونضف لهم ونضف الشقه. وبعد ما هي خرجت من المطبخ وشافت اللي هو عمله، قالت له بحرج: انا كنت لسه هطلع اعمل كل ده يا امين، تعبت نفسك ليه بس؟ عادي يا داليا، نفسك لسه قايله هناخد وقت عبال ما نتاقلم ونعود نفسنا على المرحله الجديده دي من حياتنا، فمش مشكله بقى يا حبيبتي لما اساعدك شويه. ماشي يا امين، شكرا قوي بجد على مساعدتك ديت. يلا انا هدخل اخد دش واطلع اغير عشان نقعد ناكل. داليا دخلت الحمام وخرجت، لقيت امين بيرصلها الهدوم في الدولاب، فتعصبت قوي وقالت له: اللي انت بتعمله ده بس يا امين، ده مكانها مش هنا، هو انت ما بتفهمش حاجه كده خالص؟ لسانه اتشل من كلمتها وهي قالت بخوف: اسفه صدقني يا امين، ما اقصدش والله. امين فضل ساكت وما بيردش عليها، وهي كررت كلامها وقالت: انا اسفه بجد، ما كنتش اقصد والله، الكلمه طلعت مني غصب عني، بس انا يعني مش متعوده احط ملايات السرير هنا، انا بحطها في مكان تاني خالص، وانت هترص وانا لسه هشيل وارص تاني بعدك، فعشان كده يعني اتعصبت وخلاص. الظاهر كده ان مساعدتي ليكي اتفهمت حاجه تانية غلط يا داليا. تقصد ايه بس يا امين؟ امين اتعصب قوي وقال لها: اقصد ان انت اخدتي مساعدتي ليكي على انها نقطه ضعف مني، كده ان انت شايفاني راجل منسون مثلا زي ما بيقولوا، لكن لا، انا علشان بحبك بس بساعدك، انما انت ما قدرتيش ده كله وغلطتي فيا بدل مره 2 و3، رابع مره تغلطي فيا بكلمه ما فيش راجل يستحملها، وعشان كده لازم لك واقفه يا داليا. يا امين صدقني انا ما كنتش اقصد والله. لا يا داليا، مش كل مره تسلم الجره، انا عديت لك الموضوع قبل كده مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن بصراحه اكتر من كده مش هقدر، وانا بخيرك دلوقتي يا داليا، يا اما انا يا اما شغلك اللي انت فرحانه بيه ده. انت بتقولي بس يا امين؟ انا قلت لك مستحيل اسيب شغلي، انا بقول لك اللي سمعتيه، وانت لسه في فتره التدريب اهو. انت صحيح كل اللي بيسالك بتقولي ان انت اشتغلتي وتعينتي، بس انا عارف اللي فيها ان انت لسه في فتره تدريب، لسه ما بقتش وظيفه ولا بقى في تثبيت. انا بقى مش هتنازل عن قراري ده. طيب وبالنسبه للفلوس، ده مرتبك ما بيكفيناش لاخر الشهر حتى، مش شغلتك يا داليا، بعد اللي انا شفته معاكي وانت يا دوب ما كملتيش غير 5 ولا 6 ايام شغل، وعلى طول عصبيه وشتيمه وزعيق في جوزك ابو عيالك، يبقى مالكيش شغل تاني. انا مش هسيب شغلي يا امين، هيبقى التمن طلاقنا يا داليا، انا خيرتك خلاص وانت اختاري. يا امين انت عارف ان انا في مستشفى عامله ازاي، مستشفى اي حد يحلم ان هو يدخلها، بس انا قلت اللي عندي، شوفي بقى انت عايزه تعملي ايه يا حبيبتي واعمليه. طيب انت سايبني ورايح على فين كده؟ انا هطلع بره واسيبك تاخدي قرارك ومع نفسك. امين مشى وسابها، وهي كانت منهاره ومش عارفه تعمل ايه، وفضلت تقول: لا مستحيل اسيب الشغل والمكانه الجديده اللي اتحطيت فيها دي، ايوه مستحيل، انا لو فضلت عمري كله ادور على فرصه زي دي تاني مش هلاقيها، ولو سبت الشغل هيقول لي بيع الذهب عشان ادخل شريك مع اخويا في المشروع بتاعه. لا لا لا، ما تحلمش يا امين. اما تامر في الوقت ده فكان قاعد بيشد في شعره مع ابنه وبنته، وبيقول له: يا واد اكتب الواجب، يا بنت اكتبي الواجب، حرام عليكم غلبتوني. لما سمع صوت جرس الباب بيرن وقال: ده مين بقى اللي جاي لنا ده كمان؟ انا هقوم افتح اشوف مين، اجي الاقيكم خلصتوا الواجب ده كله. ليه يعني يا بابا، شايفني اينشتاين؟ يا امك احمد زويل يا خفيف، اخلص ياض انت وهي. تامر راح فتح الباب ولقاها سينا، فاتصدم وقال لها: انت ايه اللي جابك هنا؟ جايه بيتي فيها حاجه دي ولا ايه؟ لا لا ابدا، تعالي ادخلي. سينا دخلت وفضلوا هما الاتنين قاعدين قصاد بعض لحد لما سينا قالت له: انا اسفه يا تامر على قله ذوقي معاك وقله ادبي كمان في التعامل، انا عرفت غلطتي خلاص ومش هتتكرر تاني ان شاء الله. مش معقوله سينا بجلاله قدرها هي اللي جايه تقول لي الكلام ده؟ يا تامر خلاص بقى، انا عرفت قيمتك انت والعيال، انتوا وحشتوني قوي والله، وانا فعلا كنت غلطانه، وبعد كده هسمع كلامك في اي حاجه تقولي عليها. مفيش سايبر تاني ولا في الكلام الفارغ ده يا سينا. مفيش سايبر يا عم، ومفيش خروجات كتير من البيت وتنطيط، ومش هسيب العيال لوحدهم تاني عند الجيران. لا لا لا، انا مش مصدق نفسي، ايه التغيير المفاجئ ده كله؟ ما انا قلت لك انا عرفت غلطتي، شويه اللي رحت قعدتهم عند امي هناك ربوني والله، عشان انت والعيال وحشتوني قوي. ماشي يا سينا وانا خلاص مسامحك، بس اتمنى
اللي كان بيحصل ده ما يتكررش تاني خالص. حاضر يا تامر، انا خلاص اتعلمت من غلطتي. هما فين بقى العيال؟ العيال جوه في الاوضه. غلبوني الايام اللي فاتت دي. انا كمان عرفت قيمتك والله، وقيمه المسؤوليه الكبيره اللي انت شايلاها في البيت. يلا عشان تعرف بقى ان انا كنت بحب اغير جو واسيبهم هنا لوحدهم ليه. سينا، لا خلاص بقى يا عم ما تزقش. الكلام ده مش هيتكرر تاني، احنا اتفقنا خلاص. ماشي يا ست سينا، الايام بينا. وبكده تكون انتهت حلقتنا، لكن لسه ما انتهتش حكايتنا. وعشان تعرفوا بقيه الحكايه استنونا في الحلقه اللي جايه، وما تنسوش تقولوا لنا ارائكم وتوقعاتكم في الكومنتات. ويا ترى بقى سينا هتفضل زي ما هي كده، وكمان داليا هتقرر ايه، وامين هيوافق على قرارها ولا لا؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه باذن الله. استنوني، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على زر الكل، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو دعما لينا عشان نستمر. اشكركم جدا، واشوفكم في حلقه جديده، وسلام عليكم.